تركي آل الشيخ يفاجئ الأهلي والخطيب بهذا التصريح الناري بعد قرعة كأس العالم للأندية. تابع ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ على قرعة كأس العالم للأندية، وأدلى بتصريحات صحفية خاصة نقلتها الإذاعة السعودية منذ قليل فاجأ بها النادي الأهلي المصري بعد احتمالية مواجهته مع نادي الاتحاد السعودي. قال تركي آل الشيخ: الأهلي المصري يعيش الآن في حالة من حالات الرعب الشديد هو وجماهيره، وهذا بسبب قرعة كأس العالم للأندية التي أوقعته في طريق اتحاد جدة السعودي. الأهلي المصري مع كامل احترام الشديد له ولتاريخه لا يقدر على مجاراة لاعبي الاتحاد السعودي في هذه البطولة. الاتحاد يمتلك لاعبين من طراز أوروبي، على سبيل المثال اتحاد جدة يمتلك في الهجوم كريم بنزيما أعظم مهاجم في العالم، فماذا يمتلك الأهلي المصري في خط الهجوم؟ الفوارق كبيرة جدا سواء في الملعب أو خارج الملعب. الأهلي المصري لازمه سوء حظ شديد في هذه القرعة التي أوقعت به في فم الأسد السعودي. ملعب المباراة سيكون ممتلئ بجماهير الاتحاد السعودي، وهذا سيكون أمر مرعب للاعبين المصريين. الاتحاد السعودي واجه الأهلي المصري 3 مرات من قبل وفاز بهم، ولم يستطيع الأهلي المصري تحقيق أي فوز أو تعادل أمام الاتحاد السعودي، وهذه ستكون الهزيمة الرابعة للأهلي المصري من الاتحاد السعودي.